لو كنتم زيي بتحبوا جدًا اللحمة الضاني وبتحبوا كل الوصفات اللي بتدخل فيها اللحمة الضاني، خصوصًا وصفات الجدات زمان للحمة الضاني اللي كنا بنحبها جدًا وبتفكرنا بالطفولة وإحنا صغيرين، يبقى أكيد وصفتنا النهارده لوصفة من وصفات الجدات اللحمة الضاني بالقرنفل أو اللي كانوا بيسموها الجدات البطن هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. أنا عندي كمية من اللحمة الضاني وعندي قرنفل حصى وعندي قرنفل مطحون. هابدأ أنغّص بالسكينة قطع اللحمة أدخّل فيها فصوص القرنفل، ولمّا أخلّص هابدأ أدهن كل قطعة من اللحمة بالقرنفل المطحون لحد ما أخلّص الكمية بتاعتي كلّها، هاغطّي عليها وأدخّلها التلاجة للكلام. تاني يوم هاحط معلقتين سمنة في الحلة بتاعتي وأبدأ أشوّح قطع اللحمة اللي بالقرنفل كويس أوي في السمنة، ولمّا تتشوّح كويس هابدأ أشيل السمنة دي تمامًا علشان ما تبقاش دسمة، وهابدأ أنزل عليها بمعلقتين صلصة وكمية كبيرة من الطماطم المضروبة كويس أوي، وأضيفها على اللحمة وأحط البهارات بتاعتي ملح وفلفل وأغطّي عليها وأسيبها تستوي على النار، ممكن تحتاج شوية مَيّة في السِوَى لحد ما تستوي تمامًا وتبقى دايبة تمامًا. مش قادرة أقول لكم طعمها حلو قد إيه وريحتها حلوة قد إيه، وبنعمل جنبها رز أبيض معمول بالسمنة اللي طلعت من تشويحة اللحمة. لو عجبتكم وصفتنا النهارده للحمة البطن اللي هي وصفة من وصفات الجدات، أتمنى إن أنتم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات لأنها فعلًا تحفة، وبالهنا.